بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، والحمد لله الذي أحيانا ليوم جديد. تخيلوا معاي نصحى الصباح ولا نجد في المملكة العربية السعودية أي وافد من جميع الجنسيات، وأقصد أمريكان، أوروبيين، آسيويين، أفريقي، جميع فقط يسكن أو يجلس بالمملكة العربية السعودية السعوديون فقط. إيش راح يصير؟ مستشفيات بتقفل، أغلبية العظمى من الشركات بتقفل، مؤسسات كلها بتقفل، المطاعم، الصيدليات، البقالات، كل شيء. بعد حدود 3 أسابيع إلى شهر الكوليرا تجينا عشان تكرمون الزبالات، من يشيلها؟ طبعا بتكون ضربتنا المجاعة، ما في خبز، ما في فواكه، ما في خضار، ما في شيء، كل شيء بيوقف. الناس السطحيين الحين يسمعوني، يا رجال مشي الحال. شلون؟ كل شيء موقف، كل شيء. هل في أحد منا بيروح ينظف الزبالات، يسوق سيارات الزبالة ويروح يحرقها؟ هل في أحد بيشغل كل المستشفيات، كل المؤسسات، كل الورش الصيانة، كل ما نقدر، مستحيل. لو قلنا سعودة ما نقدر نسعود كل شيء. واللي يقول نقدر أقول له تعال خلي ولدك ولا أنت تعال شيل الزبالة وخذ راتب 500. تعال خلي ولدك يا ولد الفلان يشتغل بالورشة هذه ولا يشتغل هناك، ولا خلي ولدك يحلقني، خلي يسوي. فكر، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، كل دول العالم لو تشيل من كل دولة كل الأجانب يتوقفون لدرجات معينة، بس حنا والخليج نتوقف بقوة. العالم صغير والعالم مترابط مع بعضه، وكل الناس تعتمد على الناس، كل العالم يعتمدون على بعض. أبيكم تخيلون شيء ثاني وياي، لو أنه جميع الوافدين عندهم إقامات سارية المفعول، وجميعهم يعملون براتب، وإذا صاحب الحلال بيعطيهم نسبة أو هدية كيفه، لكن براتب. وكل المليارات اللي تطلع من بلدنا، لأنه أصحاب العمل مش السعوديون، لو كل هالمليارات تبقى في بلدنا وتروح لجيوبنا، وش الوضع بيكون؟ مختلف تماما. أخواننا الوافدين بيحصلون رواتب كويسة وبيحصلون علاوات وبيحصلون، وحنا النظام بيمشي صح، كل شيء بيمشي صح. يعني لو الكثير منا يا السعوديين اللي ياخذ 2000 ريال 3000 ريال وقاعد بالبيت ومخلي العمل الأخوان وافدين، أنت على خطأ، أنت على خطأ، لازم تعدل. وشيء ثاني، أغلبنا بس قاعدين أي والله كلونا على جانب، كلونا ما كلونا، والله ما كلونا ولا سرقونا، ولا ناس أجاويد زينا طيبين جو من بلادهم وحصلوا قدامهم رزق، جاهم راعي الحلال قال أقول يا ولد أنت اشتغل بهالمحل هذا وعطني كذا وكذا والباقي كله لك بس. والرجال رزق جاله، الخطأ منا، حنا اللي سويناه. وبعد حنا وش نقول؟ لا جاء أحد قال فلان اشتغل هنا ولا هنا. يا رجال هالأجانب مسيطرين على السوق، ما هم مسيطرين. الفشل مسيطر على مخك، الأفكار السلبية الخطأ هي اللي مسيطرة على مخك، العجز بس قاعدين بالاستراحة. يا رجال وين تدخل، وين هالأجانب؟ يا ابن الحلال أجانب هم اللي بنوا بلدنا، هم اللي قاعدين يشتغلون لنا، هم اللي ينتجون لنا معنا، كلنا ننتج ومع بعض مشاركيننا بالإنتاج وبالحياة وبكل شيء. لا تقول هالكلام. أنا من اللي علمني أكتب اسمي؟ أستاذ فلسطيني رحمة الله عليه. من اللي علمني أقرأ قرآن؟ من اللي علمني أصول الصلاة؟ وأنت وكلكم يلي تسمعون، الأجانب منا وفينا والوافدين اللي عندنا من كل الأجناس وكل الأديان، كلنا نتنفس من نفس الهواء وناكل من رزق خير. وإذا احنا أهملنا أعطيناهم نقول لهم أنتم اشتغلوا حنا بنقعد بالبيت، ليش نلومهم؟ نلوم نفسنا، صح ولا لا؟ ناس كثير قاعدين يعيدون الأسطوانة. يا رجال الحكومة ما يمنعونهم، شلون يمنعونهم؟ تجي أنت بينك وبين العمال تقول شيء بخليه باسمي واعطوني مبلغ الفلاني كل شهر
وانتم خذوا القروش كلها وحولوها لأهلكم. شلون يعرفون الوزارة قاعدين بوسطكم وما يدرون ايش اتفاقك معه؟ أكرر، ما نقدر نعيش بدون أخواننا الوافدين وأخواتنا، ما نقدر، بس لازم نمشي على النظام. وشيء ثاني، احنا السعوديين نستصغر بعض المهن وبعض التجارات، غلط. الخضار والفواكه يلا هذه قدام فيها الملايين، الأغنام أعلاف الأغنام، الملايين، كل شيء فيه ملايين كثيرة، بس تحركوا. الحكومة بجميع وزاراتها والله ما يقصرون، بس في ناس تتحايل. زي الآن باقي تقريبا شهر واللي ما عنده إقامة ويله. هنا فرصة يا شباب، تجارات كثيرة، فرصة لكم، مفتوح الباب. أكيد إخوان يعني من الوافدين بيزعلون بعض الكلام، لا، تعالوا بنظام، خذ راتب، خذ اللي تبون، بس لا تسيطرون على بعض. في عندنا سيطرة من الأخوان الوافدين على بعض الأسواق وبعض الأشغالات، سيطرة جشعة ما هي زينة، ما هي زينة، وليتها سيطرة وبس، جودة رديئة لأبعد حد، بأكلنا بشربنا بأشياء تهم